لكن كرة تتخلص وتعود لصالح النصر. سعد الحارثي ينطلق بهجمة. سعد كرة في الناحية اليمنى. أحمد عباس عرضية أمام المرمى وراسية تأتي بالثاني الدقيقة 26. محمد السهلاوي يسجل في مرمى النصر كما يسجل دائما. يسجل في مرمى النصر كما يسجل دائما. كل المباريات اللي شارك فيها السهلاوي مع النصر امام الهلال يسجل، وها هو يسجل هدف في الدقيقة 26. كرة من احمد عباس. سعد الحارثي هو من بذل المجهود، هو من قطع الكرة من منتصف الملعب الهلالي، هو من مرر الناحية اليمنى. العرضية تأتي بهدف جميل لمحمد السهلاوي. الجمال في وضع الكرة، لأن الذكاء أيضا كان موجود، ليس فقط أن تضع الكرة قوية لكن أن تضعها بشكل ذكي. وبالرغم من أنه اللاعب سيكون في التغيير، هذه عادة الكرة وضعها بشكل جميل محمد السهلاوي. أحمد عباس المفتاح وكلمة السر اللي ذكرتها خلال المباراة في خط المنتصف النصراوي. والكرة العرضية السهلاوي يضعها قبل المدافع، قبل تواجد لي يونغ بيو، يضعها على يمين محمد الدعيع. كرة كبار بالفعل وهدف نصراوي ثاني، بالرغم من الأخبار غير الجيدة التي ستكون بالنسبة للنصراويين بتغيير محمد السهلاوي. تغيير سيكون لمحمد السهلاوي نتيجة لإصابته مع الهدف.